كتير بنحب ريحة الكيك بالبيت، ويا سلام لما كل مرة نعملها بنكهة ومذاق شهي ومختلف عن اللي قبله. رح نعمل سوا اليوم مع بعض كيك قمر الدين وجليز قمر الدين الخطير اللي مغرقها. قديش الريحة والطعم خطير، ولا أسهل ولا أروع من كده. يلا نشوف كيف وصفاتها مع بعض. هالكيك بجد غزل غزل، لازم نتغزل فيها من قد ما هي فخمة. أول خطوة حبيباتي لمكونات كيكتنا الشهية، عنا هنا 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة. بسم الله. راح نضيف عليهم 3 كوب من السكر. بسم الله. راح نضيف عليهم برضو كمان نص كوب من الزيت النباتي، ومعلقة كبيرة من الخل، وكمان معلقة كبيرة من الفانيليا. طبعا الفانيليا علشان زنخة البيض، والخل برضو عشان زنخة البيض، وتاني شيء بيزود هشاشة الكيك، بيخليه فلافي كده وهش بزيادة. غير برضو البيكنج باودر والبيض اللي حطيناه. رح اخفق المقادير كتير كويس. طبعا هنا حبيباتي خفقنا المكونات السائلة. شو رح نعمل بعدها؟ رح اضيف برضو كمان عصير المشمش او قمر الدين، اللي طبعا بنكون نقعينه قبل بليلة أو ليلة كاملة. وشو رح نعمل؟ بنحط بوريه المشمش أو قمر الدين. بعد ما نصفي وناخد العصير بناخد الجزيئات التقيلة من عصير المشمش، وراح أخفق المكونات كتير كويس ونضيف المكونات الجافة. كبيرة من البيكنج باودر. بسم الله. وراح نضيف كمان 2.5 كوب من الطحين الفاخر المنخول. رح أعيد وأكرر دائما الكيك والمعجنات بصفة عامة والبيتزا لازم درجة الطحين تكون درجة أولى ونوع ممتاز، علشان جودة الكيك والمعجنات تكون بيرفكت معنا من ناحية الهشاشة وطعمها. قوام الكيكة الخطيرة وريحتها الجنان. شوفوا مع قطع المشمش أو قمر الدين خطيرة. ورح نحطها بالفرن بدرجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع، ونختبرها بخلة الأسنان ونشوف سوا مع بعض. شوفوا لي هاللون الخطير قديش شهية وبتجنن، ريحتها خطيرة. نختبرها كده بخلة الأسنان. بسم الله، طلعت كده تمام بيرفكت. هنا عنا كوب من عصير المشمش. شو رح نعمل؟ بنحط بكزرول على النار، بنضيف 3 كوب من السكر. طبعا التحلية حسب اهل بيتكو وحسب انتو شو بتحبوا السكر. شو رح نعمل؟ بندوب السكر كتير كويس كده مع عصير المشمش او قمر الدين، وبنضيف معلقة كبيرة من النشا على البارد كده قبل ما يدفى، وندوب النشا علشان مادة الربط للجليز انه يصير كده على شكل صوص مش عصير. طبعا هنا بعد ما دابت المكونات كتير كويس يغلي كده غلوتين، بنطفي عليه وبنتركه لما يدفى كليا، يعني يبرد كليا، ونشوف كيف القوام والكثافة سوا مع بعض. حبيباتي زي ما ظهر قدامكم كده غلي غلوتين، خلص رح اطفي النار واسيبه يهدى كليا يبرد كتير كويس. وهاي حبيباتي كيكتنا الخطيرة بعد ما طلعت من الفرن، والجليز الشهي اللي بجنن. بسم الله. رح نحط كده بالوسط ونسقسقها كده داير ما يدور، نسقسقها كتير كويس، نشربها يعني كده من جليز المشمش الخطير. شوفوا لي هالمنظر اللي بجنن. نجرب الجمال والفخامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد قطعة من الكيك الغرقان بالصوص، ندوق قديش خطيرة. شوفوا شوفوا قديش فلافي وهشة، الريحة قد ما هي خطيرة مش قادرة بجد أوصف لكم. بسم الله نجرب وندوق. مم. مم.
بجد غزل، لازم نتغزل فيها من قد ما هي واو. يعني لازم تجربوها بدون تفكير، بعد الفيديو روحوا اعملوها قد ما هي خطيرة. بتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها. تحياتي لكم كتير، باي.